أمة، مات ده بكرية ابنه. لا اتصلب ولا مات ولا أي حاجة، ده تشبه ليهم. يعني لو في أب عنده 3 أولاد وغير كلامه في كل مرة الواحد من ولاده، يبقى كأنه كان متعمد إنه يبقى في فرقة ما هو وتناحر بينهم. دي اللي خلقت الالحاد بقى. ما هو الالحاد طلع من كده. ما هو الالحاد طلع منين؟ بان هو بيتهم الله ان هو بيغير رايه ويغير رسالاته ويغير كتبه ويغير. وده غلط. لان كل فتره من الفترات لها مرحله من التفكير ومرحله من التعامل البشري المختلف من جيل لجيل. مين لان اللي كل فتره بيفكر؟ إحنا ولا الله؟ الله بينزل الكتاب المناسب في كل وقت، مناسب لكل فتره من الفترات. يعني فتره سيدنا موسى عليه السلام كان فتره الحاكم قبل الاوحد. سيدنا موسى أنا عندي الطوفان. ده واحد سيدنا حتى موسى بيتريق في التيك توك وبيقول لك اذا كان الناس اللي اتعمل لهم الطوفان دولا، اما النهارده مفروض يعني هنعمل طوفان تاني؟ العالم دلوقتي محتاج طوفان تاني ولا لا؟ العالم دلوقتي محتاج رسول كمان، محتاج كمان رسول يظبط الدنيا اللي الواقعه دي. والله طيب يعني لو العالم لو دلوقتي احنا لو طلع واحد احنا في يحكمنا الصين اتناشر يا وقال دكتور، انا يا دكتور احنا دلوقتي، نزل عليا اللي الوحي. يحكمنا، احنا دلوقتي لا يحكمنا لا قرآن ولا انجيل ولا توراة. احنا الان يحكمنا ابليس. والله احنا دلوقتي تحت حكم الشيطان نفسه. لان اللي اه، شايفينه في العالم من فساد، صحيح بجد. ما هو اللي يعني يحكمنا انا الان مثلا الشيطان. قريت تعليق هقوله لحضرتك شد اهتمامي قوي. او انا نفسي يعني انا مش قادر اصدق ان ابليس راى الله وعذاب النار ونعيم الجنه ام اختار النار. حضرتك فهمت انا قلت ايه؟ انت كده داخل على القصه، على القضيه الاساسيه، وهي قضيه، وهو لماذا طرد ابليس من الجنه؟ هل من غباء ابليس؟ انا اقدر اقول ان هو ربنا سبحانه وتعالى بينظر الى القلوب. ابليس اتهم الذات العليا، ده عندنا في القران، في التحليل القراني للموضوع ده، ان هو اتهم رب العزه ان هو غواه. زي ما بعض اراء الالحاد بتقول ان الله غوى الناس وتوههم ما بين مسيحيه وتوراه وانجيل وقران، الحاجات دي. طيب اه، وما اغويتني؟ لان هنا اتهم الذات الالهيه بالظلم، مع ان الذات الالهيه تركت فينا حاجه اسمها الاختيار، الاراده. انا دلوقتي اما ربنا امرني ان اسجد لادم وما سجدتش اه. وتحديت رب العالمين، هل انا في ذلك عاقل؟ انت تعلم العقاب وتعلم ان هناك نار بعد المعصيه دي وعذاب شديد. هو من من كبريائه، الكبرياء والعظمه بيغطي احيانا على العقل يا دكتور، بيغطي على العقل، يخلي الانسان يلقي بنفسه الى التهلكه. اذا كنت عاوز واحد عاوز ينتحر، وده اللي عمله ابليس في نفسه وفي ذريته من بعده، لان هو اخطا في تحديه للذات الالهيه، في اغوائه لادم انه ياكل من الشجره التي نهى عنها الله. ها؟ نفس القصه. هل الله عز وجل يريد ان يحير مخلوقاته ويحير الانسان في ان يختار من بين دين ودين ويعاقبه على هذا الدين؟ لماذا تركت هذا واخذت هذا؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى مدينا عقل طيب بص ومدينا يا مخ. مستر محمد، احنا هنقول اتفضل. فكره دلوقتي وقول لي ايه رايك فيها. اتفضل يا فندم. لو مستر محمد دون حسب الفكره بسيطه قوي، بعد ما الروح بتاعته نزلت في حد تاني عايش في الهندوس. يعني تخيل حضرتك كده ان انت اتولدت وعايش مع الهنود، كنت هتعبد بقرة، وكنت هتشوف ان المسلم ده شخص مش طبيعي. طيب ايوه لو عقيده بعد ثانيه. 200 300 سنة اتكررت نفس الحكاية وحضرتك
الروح بتاعتك راحت لجسم واحد عايش في اليابان، هتهتم بالعمل بتاعك وتشتغل في المصنع بتاعك وتصنع المنتجات بتاعتك، ومش هتؤمن بوجود أي نوع من أنواع الأديان. يعني اللي بيتكلم في الدين دون خدوا وراثة، حضرتك ورثته عن والديك. لا، مش شرط ناخده وراثه، يعني باخده وراثه. ده احنا بنحمد ربنا. عندنا اما المسلم يتكلم مثلا في العقيده زي ما بتكلم كده، يقوم كاتب ايه؟ الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه الاسلام ما هو ولم برضو ولم الهندوسي يضيعنا. هيكتب لك الحمد لله اللي اه، هدانا لنعمة الهندوسية. ايوه، ما بقول لك اهو. بس هناك فرق بقى في ايه؟ احنا ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا يعني كالبهائم. لا، ربنا ميزنا بشيء جميل من فضله علينا. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بايه بقى؟ بالعقل. اه، انا ربنا مديني عقل. العقل تمام. ده اداه للمسلم بس ولا اداه ادى للبشر كلهم؟ لكل انسان، للانسان عموما، كل بني ادم ربنا سبحانه وتعالى اعطاه عقلا طيب يفكر. ليه بقى اوروبا وامريكا متطورة؟ الموبايل اللي حضرتك بتكلمني منه مم. ده ما تصنعش بيد اه، واحد عربي او اقول لك، واحد مسلم. اجاوبك يا دكتور، اجاوبك اجابه جميله جدا. سئل اه، عنها واحد اسمه، لا تسمع عنه، اسمه الشيخ الشعراوي عندنا، محمد متولي الشعراوي. والراجل ده كان اه، برضه عالم وفيلسوف برضه، غير ان هو كان يعني مفسر القرآن. قال ايه؟ قالوا له بما تفسر تقدم غير المسلمين في الغرب. السؤال سأله كده بالظبط. اه، في الغرب وامريكا والدول اللي هي كمان ملحده او اه، علمانيه، بتفسر بايه تقدم عن المسلمين يعني. اه، فقال اجابه جميله جدا. بتقول الاجابه باختصار ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وميزه بالعقل، ولقد اعطى غير المسلمين، واخد بالك يا دكتور، عقلا اه، يفوق ضعف اضعاف عقل المسلمين، تمام، لانهم سيحاسبون على هذا العقل. اه، فعندما يقف امام الله عز وجل سيحاسبه الله على نعمه العقل الكامل التي اعطاها له. اه، فتجد غير المسلم، سواء كان هندوسي او بوذي او مسيحي او يهودي او اي مله، تجده متفوق في العلم، متفوق في الانتاج، متفوق في الصناعه، متفوق في الابتكار والابداع والعمليات العقليه عنده وربنا انت هيحاسبه على واخر. كده. لا، هو ربنا هيحاسبه على كده. والحساب في الاخره مش عشان انت مسيحي تخش النار او انت يهودي تخش النار. لا لا لا، الحساب هنا هيتم على مدى تغطيتك على ما اعطاه الله لك من عقل. يبقى انت عارف احيانا بيجي لك تفكير محدد، بيجي في دماغك كده او هاتف، قال لا طب ما ممكن محمد يكون صح، ممكن القرآن يكون من عند الله، طب ممكن كذا. هذه اللحظة إذا أنت تماديت معها سوف تنتقل أو تعبر إلى الإسلام. أما إن أوقفت اه، عقلك. اعبر الاسلام دلوقتي وحضرتك بتقول لي ان الناس دي ما عندهاش عقل وما بتشغلوش، ولا اعبر لواحد لا، في اليابان احنا ملناش بيفيد علاقة دي. البشرية؟ ما هو التقدم اللي هم فيه، هم انت دلوقتي ربنا مديك قدرات عقليه اكتر مني انا كمسلم. اه، دي تعرفها اي واحد مش مسلم. ربنا مديله قدرات عقليه تفوق القدرات العقليه في التفكير والادراك والتخيل والتصور وربط العلاقات بين الاشياء والكلام ده كله، العمليات العقليه كلها. ربنا مم. موزك ده عني كمان، خد بالك. يبقى الغير المسلم ده لما هيشوف الكتب والنصوص المقدسة اللي حضرتك بتقولها